الحمله الجديده. طبعا الوسائل المسخره تسخير عدد كافي من آلات الحصاد والقص، وهو عدد 632 منها آلة حصاد، منها 41 آلة تابعة للتعاونة، وهو عدد جد كافي نظرا للمساحة اللي مقارنة بالمساحة المستهدفة للحصاد. طبعا سخرت أيضا منشآت التخزين لتعاونية الحبوب والبقول اللي تفوق 700 ألف قنطار. عدد النقل عندنا 20 شاحنة تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجفوية في خدمة الفلاحين، من بينها لو نشوفوا شاحنة اللي راهم لهنايا. توفير كافة وسائل النقل كما قلنا، توفير أكياس خاصة للحصادات اللي تستعمل أكياس ما تستعملش لو باك. أيضا اتخاذ عدة تدابير أمنية ووقائية رفقة زملائنا وإخواننا على مستوى مديرية الحماية المدنية، وأيضا محافظة الغابات لحماية المحاصيل، خاصة المحاصيل اللي كانت مسقية. كانت هناك زملاء الحماية المدنية ومحافظة الغابات، وكان هناك تقرب من الفلاحين اللي مازالت المنتوجات تاعهم واقف باش يديروا الأحزمة الأمنية وقاية من الحرائق. والحمد لله كان هناك صدى إيجابي من طرف الإخوة الفلاحين في هذه الإطار. طبعا والعمليه ما زالت متواصله، وكرر بان اللجنه المكلفه بمتابعه او التقرب من الفلاحين لحثهم على دفع المحاصيل ما زالت تعمل ميدانيه. وحقيقه كان هناك صدى وقبول لهذه الفكره، بما ان كانت هناك بذور مجانيه، وكانت هناك اسمده مجانيه لتحفيز الفلاحين.